سر تصدي بونو لركلات الجزاء. بونو من أمهر حراس المرمى الذين أبهروا العالم بطريقة التصدي للكرة في كأس العالم قطر 2022، وأبهرهم بقمة التركيز قبل التصدي في مباراته مع إسبانيا. ولقد لوحظ على بونو أنه ظل مبتسما طيلة المباراة، وقبل بدء ضربات الترجيح كان رفقة الحارس الإسباني أوناي سيمون يبتسم ويضحك ويدندن في أذنيه بشيء جعل أوناي سيمون يبتسم أيضا. ولم تقتصر الابتسامة على بونو، بل انتقلت العدوى إلى اللاعبين الإسبان الذين كانوا يبتسمون أيضا. فها هو بوسكيتس قبل أن يسدد ابتسم في وجه بونو ولكن ضيعها. فما سر ابتسامة بونو وما سر نجاحه في التصدي لضربات الترجيح؟ إن حراس المرمى في أي ضربة ترجيح يسقطون أرضا قبل أن تنطلق الكرة من الرجل، فالحارس يبقى مركزا في اللعب وتحركاته، ويقرأ تحركاته بناء على علم لغة الجسد. لكن بونو لم يكن من أصحاب مدرسة لغة الجسد، وكان من مدرسة لغة الكرة، فكان يركز على الكرة أكثر من اللاعب وينظر إليها، ولا يسقط أرضا أو يقفز حتى تنطلق الكرة ويعرف وجهتها فيتموقع في المكان الصحيح ويتصدى لها. أضف إلى ذلك أن ضربات الترجيح لا تكون عادة بتلك القوة، فاللاعب لا يسدد الكرة بقوة، فتركيز الحارس وتريثه في القفز إلى الكرة يلعبان دورا مهما في التصدي لأي كرة. فاللاعب حكيمي سدد الكرة بشكل خفيف. لو وقف الحارس الإسباني في مكانه كانت تلك الركلة ستمنح أملا للإسبان. لذلك نجح بونو في التصدي، لأنه يقف ويعرف وجهة الكرة فيتموقع في المكان الصحيح.